ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى، بما ان اليومين دول القرنبيط موجود وعندنا لفت في السوق وجزر وكل حاجة موجودة، نستغل ان كل حاجة موجودة في الوقت ده ونعمل حبة ترشي بلدي كده، انما ايه، في منتهى الجمال. انا هنا اهو غاسلة اللفت ومقطعاه والجزر والفلفل، بس القرنبيط انا فصصته كله من بعديه، الوردات بتاعته كده صغيرة، ويا دوب حطيته في مية مغلية مفيش دقيقة وطلعته على مية ساقعة وسبته لما يتصفى. هنا بقى في الكبة هنجيب ربطة كرفس وراس توم وكم قرن فلفل احمر كده حامي، وهنفرمهم في الكبة، هما التلاتة دول بس، وهنقلبهم كده معانا في الترشي بتاعنا كده. اهم حاجة نقلبه، اهم حاجة نغسله ونسيبه يصفي ميته كله، اللفت وكله. انا هنا قلبت اهو اللفت والمخلل كله بالخلطة اللي انا عملتها في الكبة. وهقول لكم بقى على سر خطير هو اللي بيدينا طعم الترشي بتاع المحلات. هنا انا بعد ما قلبت كده بالخلطة بتاعتي حطينا معلقتين سكر، وانا اهم حاجه غاليه الميه وسبتها لما بردت خالص. دي بقى بنجريه صغيره عشان انا مش عايزه لونه يحمر قوي. هنقلب بقى كله في بعضيه، قطعي التقطيعه اللي انت تحبيها. واللفت مش هنرش عليه ملح ولا نسيبه ولا اي حاجه في مصر يصفي ميته ولا اي حاجه، هنغسله ونعمله على طول. لان بصراحه لما بنرش عليه ملح وبنسيبه بعد فتره قليله من تخليله بيتهري. لا، انت هاتيه اغسليه وقطعيه واعمليه على طول. انا برضو هنا مش مكتره الفلفل لان الفلفل حامي قوي. قلبنا كل حاجتنا ببعضيها. هنا انا غاسله البطرمانات بتاعتي، يا دوب هنحط ملح، هنملى البطرمان على الاخر، وكل اللي هنضيفه ملح وكمون وشويه كزبره. والسر بقى اللي بقول لكم عليه، السبع بهارات. هنحط اللي هي السبع بهارات دي ربع معلقه، هي اللي هتديكوا طعم الترش اللي بنشتريه من المحلات. وما شاء الله يعني ادى معايا 3 بطرمانات. انا جايبه كيلو جزر وكيلو ونص لفت وقرنبيطه صغيره. اهم حاجه القرنبيط لما تحطيه في الماء المغليه ما تسيبوهوش كتير، هي دقيقه بس عشان يستوي معاكي. لو حطيناه كده من غير ما نحطه في ميه مغليه مش هيستوي معاكي في التخليل. نملى البطرمانات بتاعتنا كويس، وهنضيف بقى الملح بتاعنا من فوق. وزي ما قلت لكم، انا الكبه حطيت فيها فلفل حامي احمر، وحطيت فيها راس توم وربطه كرفس، بس كده. انا كمان صورته لكم بعديها باسبوع بعد ما استوى، كمان ما كملش والله 4 ايام، وطعمه في منتهى الجمال. كل اللي كانوا عندي بصراحه عجبه جدا. بدل ما نشتري اي حاجه من بره ومش مضمونه، اعملي كل حاجتك في البيت، وما خدش وقت مننا خالص. شوف بقى، احنا لو هنشتري الكميه دي اصلا من بره هنشتريها بكام؟ اهم حاجه نحط معلقتين السكر دول ونقلب فيهم كل الحاجات بتاعتنا دي، هما دول برضو اللي بيحافظوا لي على المخلل، ما بيخلوش يتهري. اهو انا بدوس على الحاجه اهو، ده دليل على ان انا ايه، مش سلقه القرنبيط، لا، انا حطاه يا دوب في ميه مغليه وطلعته على ميه متلجه. بص ما شاء الله، ملينا بطرمانين ولسه باقي تاني اهو. هنا بقى هنضيف الميه بتاعتنا. الاول هنحط الملح
وزي ما قلت لكم هنحط شويه كمون وكزبره وربع معلقه اللي هي السبع بهارات. اللي عايز يضيف شطه يحط، لكن انا كده كده اوريدي الفلفل عندي لو حطاه حامي جدا فهيخليني المخلل اصلا حراق. اهو ده كمون وكزبره انا عاملاهم مع بعض. دول شويه شطه صغيرين، وهو زي ما قلت لكم كده انا ما حطيتش بهارات كتير، يا دوب ربع معلقه صغيره، هي دي اللي هتديكوا طعم الترشي في منتهى الجمال بصراحه. اه نسيت والله الخل، هنحط ايه؟ خل بسيط. انا عشان الخل عندي مركز ما كترتش منه. انا نزلت لكم كل حاجه بالتفصيل اهو عشان اللي يحب ان هو يعمله. ممكن كمان لو متوفر عندك مثلا ليمون في التلاجة، لو هتسلقي الليمون نص سلقه وتحطيه معاه برضو، بس انا كمان عندي ليمون برضو مخلل لوحده وعندي بصل فما رضيتش احط. انا كنت بعمله الاول بحط ليمون وبصل، بس انا عندي بصراحه ليمون وبصل فما حطيتش معاه. اهو هنا ملالي بطرمانين ولسه كان في بطرمان تاني وما شاء الله شكله تحفه. هنا بقى بعد ما استوى والله بعديها باربع ايام، بس انا فضيته بقى كله في ايه، في جردل واحد. وبسم الله ما شاء الله طعمه تحفه.